بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بحضراتكم بمحاضرة جديدة مقدمة من كورس مراحل الإعداد. إن شاء الله النهاردة هتكون المحاضرة التانية لينا في شرح كورونا ريندر على 3 دي ماكس 2019. خدنا المرة اللي فاتت كيفية عمل سيت اب للكورونا وكيفية عمل سيت اب برضه الساين شيدر. النهاردة هنبتدي ناخد نظرة عامة عن الكورونا علشان نكون فاميليار أكتر مع القوائم بتاعته، وإن شاء الله ندخل في تفاصيل أكتر من بداية المحاضرات الجاية، ونبتدي نلتزم إن شاء الله برضو بالأجندة بتاعتنا اللي احنا حددناها. فالمحاضرة النهاردة هي General Workflow. تمام. هنبتدي أول حاجة نتكلم عنها إن احنا لازم أول ما نفتح السين عندنا نفعل الكورونا كمحرك ريندر علشان نبقى متأكدين إن هو محرك الريندر بتاعنا. لما بنفعل الكورونا بيبتدي يجيب لي مجموعة من القوائم الخاصة بيه في الريندر بالشكل. نظرة عامة عليها سريعة كده وهي مفتوحة. قائمة سين قائمة بتوفر لك اكسس لحاجات مهمة زي الانتر اكتيف ريندر، انت ترندر السين ريندر ريل تايم وقتي، كل ما تعدل حاجة تشوفها في السين. ودي من الحاجات الجميلة اللي هتخليك توصل لنتيجة سريعة جدا مرضية عن طريق الانتر اكتيف ريندر. هو قاعد بيرندر اي تعديل انت بتعمله لحد ما انت خلاص انا راضي والله عن النتيجة دي. فبتبتدي ان انت تسيف الصورة بناء عليها. بلس ان هو بيضيف لك كمان عمليات بوست برودكشن جنبك لو انت عايز تبتدي برضو تطبقها قبل ما تسيف الصورة زي ما هنشوف دلوقتي. هنا تقدر تشوف البفر فريم بتاع الكورونا، هنا اللايت ميكس اللي اتكلمنا عنه. تقدر تفتح الماتيريال لايبراري من خلال هنا برضو، تقدر تعمل ريسيت للسيت. هنا في حاجه اسمها ريندر ليميت بيوفرها لك الكورونا، ان انت يعني مش هدوس ريندر واستناه يخلص وخلاص، لا انا ممكن اديله ليميت معين ايده بيه في الريندر، ان انا اديله تايم معين ما يتعداوش، وليكن مثلا ساعه، ما تتعداش ساعه في عمليه الريندر. طبعا ده هيجي على حساب جوده الصوره بتاعتك، يعني ممكن يكون هو محتاج وقت اكتر، لكن ممكن تكون انت لسه بتست فعايز تليمت الموضوع شويه علشان ما يفتحش معاك قوي، ممكن تبتدي تليمت الكلام ده. ممكن تليمت عن طريق الباسز، والباسز دي هي عمليات حسابيه في المشهد. كل ما بتزود المسارات بتاعه الحسابات دي كل ما بيكون في فوتونات بتبتدي ترتد اكتر وتحسب في السين الحاجات بشكل ادق وبتوصل لنتيجه فيها رياليتي عالي. فبرضه ممكن تأيده بعدد باسز معينه ما يتعداش. ممكن تقول له والله انا هتوصل لنسبه نويز معينه وعايزك توقف الريندر عندها. ممكن تكون انت قابل السين ان هو نويزي في البدايه علشان خاطر لسه في مرحله يعني تيست الاضاءات. يعني هندخل في الكلام ده بالتفصيل وهنبتدي نتست يعني مع بعض الكلام ده كله ونشوف الايفكت بتاعه على الريندر بتاعنا هيكون ماشي ازاي. هنا برضو حاجات الريندر اوفر رايد هنبتدي برضو نتكلم عنها. هنا عمليات الدينويزنج دايما. الدينويزنج ده حاجه من اللي بتميز الكورونا جدا، لان انت بعد ما بترندر السين هو بيبتدي يعمل عمليه دينويزنج ليه، بيشيل اي نويز فيها بحيث ان هو يدي لك صوره كلير من النويز. تمام. عندك هنا السين انفايرمنت، عايز تتحكم في الانفايرمنت بتاعت السين بتاعك تقدر برضو من خلال هنا، وده هتفيدنا جدا برضو في كيفيه عمل الاضاءه الخارجيه عن طريق الاتش دي ار اي. الكاميرا تتحكم في الكاميرا، في الاكسبوجر، في الوايت بالانس، في الفيجينت. لو انت عايز تبتدي تضيف اجزاء سوداء شويه على اطراف الصوره عشان تعمل كونتراست ما بينها وما بين السنتر. لو انت عايز تعمل موشن بلور، اجسام بتتحرك اثناء ما انت بتاخد الشوت بتاعتك، عايز تبتدي تعمل ديبس اوف فيلد، عايز تعمل فوكس على اجسام واجسام تانية تكون اوت اوف فوكس. الامور دي كلها تقدر تظبطها من خلال الكاميرا. بيرفورمانس محركات الريندر، الحاجات الخاصه بالسامبلنج اللي هو المحرك الابتدائي البرايمري، وعندك حاجات سكندري سولفر اللي هي المحركات الثانويه المختصه بالاندايركت لايت، الاضاءات يعني الحسابات الثانيه بعد ما بتبتدي تصدر الفوتونات الاوليه بتبتدي ترتد فتديني سكندري بيمز. الاشعه دي او الريز دي هي اللي بتبتدي تديني الاندايركت illumination. تمام. هنبتدي نشوف محركات الريندر. هنا الموضوع بسيط خالص، يعني مقتصر على تو ريندر انجن. بنبتدي نختارهم، بنشوف ايه المناسب للاكستيريور ايه للانتيريور مع الكورس ان شاء الله. هنا برضو الاعدادات الخاصه بالبرفورمانس لو انت حابب تبتدي تعدل برضو الكلام ده. في الانتر اكتيف ريندر بتبتدي تحدد هنا عدد الباسز. احنا قلنا الباسز دي هي الحسابات، انت ممكن وهو قاعد بيعمل انتر اكتيف قدامك انت ما تسيبوش قاعد يعمل انتر اكتيف الى ما لا نهايه، تأيده بعدد باسز معينه يبتدي ان هو يلتزم بيها ما يتعداش. تمام.
فورس باث تريس دي يعني دايما يعني مش باي ديفولت ان هي متعلم عليها، شيلها، لان دي اصلا بتخليك تستخدم محركين الريندر يكونوا باث تريسنج فورس بالاجبار. احنا مش عايزين حاجه زي كده، لان ده هيكون حسب السين بتاعنا اكستيريور او انتيريور. تمام. يعني هنتعدى الامور دي دلوقتي علشان خاطر هنشرحها بالتفصيل في محاضرات تانية، لكن انا بس بخليك فاميليار اكتر مع القوائم وتفهم كل قائمه هنبتدي نعمل بيها. سيستم يعني مش قائمه مهمه قوي بالنسبه لنا، يهمنا بس فيها حاجات بسيطه، بيخليك تبتدي تشوف البفر فريم بتاعك لو انت عايز ما بين كل ريندر والتاني ان انت تعمله كلير او يكمل على القديم من خلال اوبشن زي كده. في مجموعه معلومات لو انت حابب تشوفها اثناء الريندر ايه هي. برضو الفلترنج بتاع الصوره، ممكن تبتدي تعمل فلترنج ازاي. ريندر ايليمنت عشان البوست برودكشن، وهنا الكورونا بيتمتع بامكانيات جميله جدا في الريندر ايليمنت. يعني في حاجات فيها تريكات جميله جدا، هنخصص محاضره كامله للريندر ايليمنت، ممكن محاضرتين كمان علشان نبتدي نفهم كل باص من دول ممكن نبتدي نحصل على مميزات منه ازاي اثناء عمليه البوست برودكشن على الافتر افكت او على الفوتوشوب. ده كان مرور سريع على قوائم الريندر. بعد كده هنبتدي نحط اول اضاءه لينا في الكورونا مع بعض، ونرمي اول ماتيريالات لينا في الكورونا، ونعمل اول ريندر لينا في الكورونا مع بعض. السين ده طبعا هرفعه لكم مع المحاضره علشان خاطر تبتدوا تطبقوا ان شاء الله ورايا. اول حاجه هنعملها هنبتدي هنا نفتح الانترفيس بحيث يكون عندنا ده مثلا توب، وعندنا ده فرونت، وعندنا ده ليفت. تمام. وهنا هناخد البرسبكتيف او الكاميرات بتاعتنا. جميل جدا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنيجي هنا في اعدادات الريندر، ونبتدي نقول له، واحنا مفعلين ده كده واقفين عليه وهايلايت بالاصفر كده، نبتدي نقول له والله اعمل لنا لوك، علشان خاطر كل ما انا اعمل ريندر دايما هو يرندر الحاجه اللي موجوده جوه المربع ده. تمام. ليه بقى؟ لان انت طبعا في الانتر اكتيف ريندر تبقى مثلا رايح تحرك اضاءه من التوب، رايح تحرك جسم من الفرونت، كل ما هتنتقل بالماوس على حاجه بالاصفر هيبتدي هو يرندرها هي ويسيب الكاميرا. احنا مش عايزين حاجه زي كده، فبنبتدي نقول له لوك بالكلام ده. طيب جميل جدا الكلام ده. هنبتدي بعد كده نعمل ايه؟ هنبتدي ننزل اول مصدر اضاءه لينا مثلا من الفرونت. هنيجي نوصل للاضاءه ازاي؟ ممكن من هنا، او ممكن نفتح لايت ونبتدي نيجي من كورونا نقول له كورونا لايت. خلينا نوصل من هنا ونبتدي ننزل اول مصدر اضاءه لينا عباره عن ريكتانجل بالشكل. هنيجي هنا في الموديفاي ونختار ان الشكل يكون، طبعا الريكتانجل ده ليه ابعاد، ليه ويدث وليه هايت. خلينا مثلا نبتدي ندخلها 70 في 70 علشان يبقى مصدر اضاءه كبير. ليه؟ علشان خاطر يبتدي يدينا اضاءه اقوى، وفي نفس الوقت يدينا سوفت شادو، لان كل ما كان مصدر الاضاءه بتاعك كبير كل ما كان الظل بتاعك سوفت اكتر. خلينا نلف الكلام ده بحيث ان هو يبص على السين عندنا، ونظبط وضعيه الاضاءه بالنسبه للاجسام من الطب من هنا. فنبتدي مثلا نحطها كده. تمام. الت، ونبتدي ممكن نقف كده في وضعيه يعني نشوف فيها الاجسام بشكل كويس بالشكل ده. وممكن في الحاله دي نبتدي نقول له ابدا لنا انتر اكتيف. طبعا ممكن نوصل له من هنا، ممكن نوصل له من جوه، لكن طبعا دي ميزه بقى الايه، الكويك اكسس تول بار، ان انت توصل للبرامج بتاعتك بشكل سريع. ممكن نيجي من سين ونقول له افتح لنا ستارت انتر، لكن هنبتدي على طول نوصل لها من هنا اهو بالشكل. هيبتدي دلوقتي يرندر الحاجه اللي قدامه في السين ده. فالاجسام اهي، والاضاءه اللي احنا نزلناها هتبتدي تنور السين معانا بالشكل ده. طيب الإضاءة بتاعتنا دي عايزين نبتدي نمر عليها، هنلاقي إن هي أخدة الإضاءة بتاعتها عن طريق إن هي أخدة تمبريتشر. لا والله إحنا عايزين مثلا دايركت انبوت لون معين أنا أحدده لك أوتوماتيك. أول ما أنا نقلت في الانتر اكتيف أوتوماتيك قام رندر معايا الخاصية الجديدة اللي أنا استخدمتها. طيب لو إحنا علينا الانتنستي مثلا بتاعت الإضاءة ال 100، هتلاقي برضو الكلام ابتدى يتعمل له أبديت قدامك بالشكل ده. طبعا ده وهو بيرندر هو ملتزم بعدد 100 باسز اللي إحنا قلنا عليهم هنحددهم ليه. ممكن تقللهم عن كده لو انت مش محتاج 100، مش محتاج توصل لجوده عاليه قوي هنا، فممكن تقلل الكلام ده بحيث ان هو ما يقعدش يرندر كتير، لا يوصل مثلا 45 ويقف، وانت خلاص شفت الايفكت اللي انت عايز توصل. تمام. طبعا تقدر تقول له ستوب هنا وما تدوس ريندر بقى لو انت عايز ترندر تاني، لان الريندر دي هيفتح لك ريندر نهائي.
لكن احنا عايزين انتر اكتيف ريندر، فبتدوس دوسه طويله شويه لحد ما تلاقي اول ايقونه ستارت انتر اكتيف ريندر تاني، فيبتدي هنا يعمل انتر اكتيف. انما انت لو دوست هنا ريندر على طول هيفتح لك بقى ريندرنج، وهيبتدي يرندر ريندر نهائي ويعمل حساباته، وده موضوع تاني خالص هنتكلم فيه. احنا حاليا مركزين في الانتر اكتيف ريندر، فنضغط على ستارت انتر اكتيف ريندر لان لسه ما وصلناش للنتائج اللي احنا عايزين نرندرها ريندر نهائي. تمام. فمصدر الاضاءه لما عدلته ابتدى يحصل معايا الكلام ده. طيب تعالى لما نضيف مصدر اضاءه تاني. انا حاليا عارف اتحرك براحتي، لو ما كنتش قافل الريندر على المربع ده كان فاتو ابتدى يرندر معايا ال 2 دي اللي هنا ده، وهيبتدي الموضوع يكون ممل بالنسبه لك، ان هو كل شويه يرندر حاجه انت مش عايزه يرندرها. لكن طبعا لما قفلنا اللوك على المربع ده الموضوع هنا ملتزم بالكاميرا بتاعتنا او بالوضع اللي احنا واقفين. ممكن ناخد مصدر اضاءه تاني، شيفت وشد كده، ونبتدي نقول له مثلا خلينا ريكوب. ممكن دلوقتي على الحين ما نحط الاضاءه بتاعتنا نوقف ستوب، ونبتدي نيجي نقول له والله عايزين نعمل ميرور على اتجاه الاكس، فنبتدي نعمل مصدر اضاءه باين معايا هنا. لا، هنبتدي نبعده شويه بالشكل ده مثلا، وهنبتدي نرفعه فوق شويه. طبعا بما ان اخدينه كوبي ممكن خلينا نعدل في الاضاءه بتاعته، خلينا مثلا نخليها درجه حراره 5500. طبعا انت عندك 6500 دي نتيجه الابيض. بعد كده كل ما بتقل عنها كل ما بيكون السين وورمر اكتر، كل ما بتعلى فوقها بيكون الموضوع يعني كولدر اكتر، يعني لونه ازرق اكتر. تقدر هنا يعني هنتعرض طبعا للاضاءات بشكل مفصل. تقدر هنا ان انت تدخل الكلر بثلاث طرق. ممكن تديله مابة، ياخد المابة دي بالوانها تنور السين، طبعا ده بيوصل معاك لنتائج رهيبة. حاليا خلينا نقول له ان هي هتكون تمبريتشر، ومثلا ممكن نقلل الانتنستي بحيث ان الظل يكون يعني اللي بيتحكم فيه المصدر الرئيسي اللي هي الاضاءة الاولى، ودي تكون بس مجرد تون مختلف في الاضاءة، فخليها مثلا 50 بالشكل ده. تمام. وهنبتدي نقول له هنا ستارت انتر اكتيف ريندر. تمام. ممكن نبتدي هنا نبعد برضو الكلام ده شويه لو احنا عايزين، ممكن نرفعه شويه بالشكل ده او زي ما احنا عايزين حسب انت عايز الموضوع يكون ماشي. بس عشان يكون في اتجاه اضاءه محدد لازم تكون يعني ايه شده اعلى من التانية شويه زي ما انت شايف، لان المصدر كبير برضو هتلاقي ان الشد بتاعك سوفت خالص. تمام. ده بيرندر معاك الكلام ده بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده هنبتدي ناخد اول كاميرا لينا في الكورونا ازاي. فخلينا نبتدي نقول له ستوب، ونيجي هنا مثلا في التوب كده ونقول له خلينا الموضوع واير فريم 3، ونيجي هنا مثلا نقول له هات لنا كاميرا، ونيجي ناخد الكاميرا بتاعتنا هنا. فنبتدي مثلا ننزل الكاميرا من التوب بالشكل ده على الاكس. طبعا لو جينا نبص للكاميرا حاليا مش هتبقى طبعا اخده الوضع البوزيشن الصحيح اللي احنا عاملينه، لانها نازله على الارض. فبمجرد ما تنزل الكاميرا خلاص تقف على الويندو اللي انت مظبط البرسبكتيف بتاعه ان انت عايز دي تاخدها كاميرا، تضغط كنترول سي، تيجي من هنا من البرسبكتيف تقول له وقفني في الكاميرا بتاعه الكورونا. تمام. طبعا تقدر تعمل سيلكت للكاميرا بتاعه الكورونا وليها اعدادات كتيره جدا. هنبتدي نشوف هنتعامل معاها ازاي ونظبط الاكسبوجر ازاي والاوبشنز المختلفه اللي بيسهلها عليا الكورونا جدا في موضوع الاكسبوجر. تمام. حاليا هنسيبها بس على الديفولت يوز جلوبال اكسبوجر تظبط معاك الاضاءه على طول بدون ما انت تدخل في موضوع ان انت تعدل في الايزو وتعدل في الاف ستوب العدسه بتاعه الكاميرا، وتعدل في جوده الكاميرا وجوده والشاتر سبيد سرعه الغالق والامور كلها اللي كنا بنتكلم عنها. لا، هو قال لك الكلام ده كله انت ممكن تتحكم بيه في حاجات تانية، زي ان انت تعمل موشن بلور، زي ان انت تبتدي تعمل ديبث اوف فيلد. انما سيبني انا اظبط الاكسبوجر بطريقه سريعه علشان انت ما تشغلش بالك باعدادات كتير. فهنبتدي نستخدم الجلوبال حاليا، ونبتدي بعد كده نقول له ابتدي لنا الانتراكتيف ريندر. فنبتدي نفتح كده هنا ونبتدي نقول له ستارت انتراكتيف. ايه وضعيه الكاميرا اللي احنا واقفين فيها. طبعا الاكسبوجر هيظبط معاك افضل من ان انت كنت بترندر الفيو بورت. طيب بعد كده هنبتدي نشوف ممكن نرمي اول ماتيريالات لينا ازاي على الكروب. هنبتدي نفتح الماتيريال، ويا ريت الناس تبدا تكون فاميليار مع الماتيريال بالشكل ده اللي هي تري، يعني بيكون الموضوع عباره عن شجره كده. ان انت بتبتدي تنزل ماتيريال كورونا اول حاجه، هي بيبتدي يتفرع منها حاجات مختلفه.
فبتبقى شكل التري، لذلك تلاقيه هو هنا حتى عامل الايقونه بالشكل ده. طيب اول حاجه هنرمي مثلا ماتيريال الباك جراوند دي، هنبتدي نضيف صوره في الديفيوز، ماتيريال بسيطه خالص. هنبتدي نشد كده الكلام ده، هيفتح لنا يقول لنا انت المفروض تديني حاجه من دول. فالكورونا ليها مابات خاصه بيها، وفي مابات خاصه بالماكس نفسه. فجميل جدا في الموضوع برضو ان الكورونا فاميليار مع المبات دي، وبالتالي هنبتدي نختار بيت ماب من هنا عادي جدا، ونبتدي نختار مثلا الصوره دي تكون طبعا مرفقه مع ملف العمل. هنقول له اوبن، دبل كليك عليها علشان تبتدي تشوفها. كليك يمين، ممكن نبتدي نقول له شو شيدد ماتيريال ان فيو بورد لو انت عايز تشوف الايه الماتيريال في الفيو بورد، وهنبتدي نرمي الكلام ده هنا من خلال دي رمتها كده، او تمسك الجسم وتقول له كليك يمين اساين ماتيريال تو سيلكت، الاثنين هيوصلوا لنفس النتيجه. لاحظ معايا ان الانتر اكتف قرأ معاك التعديل اللي انت عملته، ويبتدي يرندر معاك الماتيريال الجديده اللي انت بتختارها. طيب خلينا نبتدي نعمل ماتيريال تانية. كليك يمين، ماتيريال كورونا، ماتيريال. ممكن نبتدي نعمل حاجة زي ميتال، نبتدي مثلا نرميها للجزء. في الميتال ممكن نوصل للون اسود من هنا، وممكن نوصل له عن طريق الليفل. لو انت خليت الكلام ده مثلا زيرو، خليت القيمة خالص زيرو، تلاقي الديفيوز بقى لونه اسود. اذا الليفل دي بتتحكم في درجة اللون اللي موجودة هنا معاك في انها تفتحها او تغمقها. طبعا انت كده خليتها قليلة جدا فبقى لونها اسود. ممكن تبتدي في الريفلكت تخليه واحد مثلا، والسوفت بتاع الانعكاسات يكون سوفت اكتر، فنخليها مثلا 6/10. ونيجي هنا على اندكس اوف ريفلكت، طبعا الكلام ده كله هناخده بالتفصيل، خليه مثلا وليكن 5/10. فطبعا الجلوسنس دي بتتحكم في السوفت بتاع الجلوسنس. يعني الجلوسنس ده الانعكاسات او اللمعه دي تكون سوفت مفروشه على الجسم، ولا تكون هايلايت قوي وبتلمع في عين اللي معدي. ممكن تكون سوفت مفروشه على الجسم ومش عاليه قوي في الاضاءه، ممكن تكون بتلمع قوي في عين اللي معدي وبتركز في اماكن صغيره مش مفروده على الجسم. فاللي بيتحكم في حاجه زي كده الجلوسنس. هنشوف الامور دي كلها بالتفصيل ان شاء الله. اندكس اوف ريفلكتد، طبعا خصائص فيزيائيه بتكون عارفها للماتيريال بتاعتك. مش هندخل قوي يعني في ان احنا نرهق نفسنا فيها، لكن هنتعلم كل حاجه بتاثر في السين ازاي لازم، علشان خاطر نبتدي لو احنا حابين نوصل لماتيريال معينه في دماغنا عايزين نحققها، نبقى فاهمين الاعدادات بتاعتها ممكن تكون ماشيه ازاي. هنكتفي بماتيريال مثلا ميتال بالشكل ده وهنرميها على الكلام، فهنقول له للاوبجكت ولا للسلكتد؟ لا، للسلكتد. بعد كده ممكن نبتدي زي ما انت شايف، او برضو دخل معانا في الريندر الكلام ده. طيب بعد كده هنبتدي مثلا نستخدم الكورونا ماتيريال في ان احنا نرمي بعض الماتيريالات من خلالها. يعني مثلا ممكن نجيب ماتيريال ازاز زي ده، ونمسك مثلا هنا الفيش دي ونقول له كليك يمين assign to select. تقريبا انا مسكت بالغلط الجزء الخاص بالباك جراوند. هنمسكه تاني ونبتدي نيجي على الماتيريال بتاعتنا، وهنبتدي نقول له ارمي لنا الماتيريال بتاعتنا دي على الباك جراوند. وهنمسك هنا الكلام ده ونقول له assign to select. اوتوماتيك هنا برضو في الانتر اكتف ريندر ابتدى يعمل لك ريندر لشكل الازاز اللي انت رميته على الجزء الخاص بالفيش. الجزء ده ممكن نرمي له ماتيريال من هنا علشان برضو يبقى استخدمنا الحاجات اللي احنا سطبناها المره اللي فاتت. فمثلا ممكن نبتدي نخليها وليكن مثلا بلاستيك، وليكن مثلا اي حاجه من دول. ممكن نبتدي ناخد حاجه زي كده ونبتدي نقول له خليها تنزل على الجسم اللي عامله سيلكت، واقول له assign. تمام. طبعا كنت ماسك الفيش بالغلط، وبالتالي مفيش مشكلة. هنمسك كده ونقول له assign to selected تاني، ونيجي هنا على الكلام ده ونقول له هات لنا البلاستيك، ونمسك هنا الكلام ده ونيجي هنا ممكن نبتدي نقول له مثلا هات لنا أي حاجة من الحاجات دي، ممكن ستون مثلا، ماربل. ممكن نبتدي ناخد حاجة زي كده ونقول له خليها لنا تنزل على الجسم اللي أنا عامله. ياخد وقت شوية عما يحملها في السين، لكن اوتوماتيك هتبتدي تنزل معاك في الانتراكتيف ريندر بالشكل. تمام. طبعا هيرندر معاك لحد ال 100 باص ويبتدي يقف. تمام.
بعد كده انت ممكن تبتدي تستوب براحتك وتبتدي تعمل ريندر نهائي لو انت موافق على الكلام. ممكن تبتدي تعدل من خلال البوست برودكشن اللي عندك هنا دول، تقدر تعدل على الكلام ده. يعني مثلا تقدر تبتدي تيجي هنا تقول له والله خلي الاكسبوجر ده يزيد شويه، فهتلاقي ان السين بقى لونه افتح شويه. لو انت رجعت للقيمه الديفولت بكليك يمين على اي سبينر من دول، هتلاقي ان انت ممكن بتزود او لنص، فبتلاقي السين رأته بتكون افضل بالنسبه لك. لو انت مثلا خليته 2 بيبقى عالي قوي، فممكن تبتدي تجيب الهايلايت كومبريس ده، تبتدي مثلا تخليها وليكن مثلا 2، تبتدي تضغط تلاقي ايه يبتدي يمتص اللسعه اللي في الصوره تاني. ممكن تبتدي هنا تتحكم في السين بتاعك، تخليه وورمر اكتر او كولدر اكتر، فبالتالي ممكن تبتدي مثلا تخليه وليكن مثلا 7000، فتلاقي السين ابتدى ياخد كولدر اكتر. لو انت حاطط اضاءات فيها احمر كتير او اصفر كتير، هو بيبتدي يخليها اميل للزرق ويخف الايه درجه الحمار اللي فيها او الاصفرار اللي فيها او الاورنج. تمام، فبيبتدي يسحبها معاك شويه. ممكن تبتدي تخليها وورمر اكتر، تمام، او كولدر اكتر، براحتك، دي حاجه ترجع. دي كلها حاجات انت ممكن طبعا ترجع للديفولت تاني توصل للنتيجه دي. وممكن بحاجات بسيطه جدا اوصل لافكت مختلف خالص وابتدي اسيف عليه الريندر النهائي. ممكن ابتدي اقول له ستوب، والله يوقف لي الكلام ده. وممكن انزل ابتدي اطبق مثلا انا بنفسي عمليه دينويزنج للصوره، تمام، عن طريق ان انا ابتدي ادخل قيمه هنا في الدينويز. الدينويزنج عمليه بتتم اوتوماتيك بعد الريندر النهائي بتاعك. لو انت دخلت هنا في الاعدادات الخاصه بالريندر هتلاقي عندك حاجه اسمها دينويزنج. خلينا نختار فول دينويزنج حاليا علشان خاطر بعد ما نرندر ريندر نهائي اوتوماتيك هو يعمل لك عمليه الدينويزنج، ينقي لك السين من اي دينويز ويدي لك صوره نقيه دي. فبنبتدي نفعل حاجه زي كده. طبعا القيم بتاعتها هنبتدي نشرحها بالتفصيل ونشوف الايفكت بتاعها او هتختلف معانا في ايه لو عدلنا في ايه. حاليا هنبتدي عايزين ريندر نهائي، فهنضغط ده على الايقونه دي عشان نعمل ريندر نهائي. طبعا انت برضو بتظبط السين معاك كبفر فريم، ابعاده هتكون كام في كام. طبعا انا اخد هنا ابعاد مثلا 800 في 450 كتست بسيط للريندر. هتلاقي الكلام ده متظبط عندك اوتوماتيك. اول ما تفعل السي فريم شيفت اف هتلاقي الكلام ده متظبط. تقدر طبعا تزود الكلام ده لو انت عايز من خلال ان انت تزود اي قيمه وانت قافل النسبه بتزيد الثانيه معاها. هنبتدي نقول له ريندر من هنا او ريندر من الاثنين واحد. هنبتدي نقول له ريندر للكلام. طبعا ده بقى ريندر نهائي، زي ما انت شايف الحاجات الخضراء اللي جت دي حسابات الدايركت illumination بيبتدي ستيم يحسبها علشان خاطر يبتدي عمليه الريندر. فهيبتدي يرندر باسز كتير اهو لحد ما يوصل هو النتيجه كويسه بالنسبه له، ويبتدي بعدها يفنش الريندر من نفسه، وبعد كده يبتدي يعمل عمليه الدينويزنج. عود نفسك دايما وانت في الريندر بتاع الكورونا ما تقولش كنسل، قول ستوب، لان بعد الستوب هو بيبتدي يعمل عمليه الدينويزنج اللي انت قلت له عليها في اعدادات الريندر. طبعا نسبه الدينويزنج تقدر تتحكم فيها من هنا، اتفتحت معاك اهو عشان انت في ريندر نهائي، تقدر تبتدي تزودها، لكن احنا هنسيبها على الديفولت زي ما احنا عملناها في الريندر سيت. تمام. المفروض هياخد وقت شويه لحد ما يوصل لسين كلير ويبتدي كمان يدينويز السين ده، فخلينا ننتظر شويه ونرجع ان شاء الله لما يكتمل. طبعا زي ما احنا شايفين هنا مكمل باصات كتيره جدا علشان خاطر يبتدي يوصل لنتيجه كويسه. انت تقدر تبتدي تقول له ستوب. لما بتبتدي تقول له ستوب اوتوماتيك بيعمل عمليه الدينويزنج علشان خاطر يشيل لك اي دينويز في السين. فانت بتسيب الباص شغاله لحد ما توصل لنتيجه مرضيه بالنسبه لك. كل الماتيريالات يعني شكلها كويس في السين، تبتدي تنهي الموضوع ده علشان خاطر تبتدي تكتفي بالكلام ده ويشيل لك النويز اللي في السين. فهنبتدي نحصل على نتيجة كلير جميلة جدا بالشكل. طبعا يعني في امكانيات جميله جدا في الريندر لسه هنتناولها. تقدر ترندر المشروع على كذا يوم وتقفل الماكس وتروح وتنام وتبتدي تيجي تكمله بكره. تقدر كمان تبتدي تعدل في الاضاءات بعد ما ترندر. يعني لو احنا مثلا حابين نعدل في لون الاضاءه دي بعد ما رندرنا وقفلنا الماكس خالص، نقدر كمان نعمل حاجه زي كده عن طريق اللايت ميكس اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. لكن طبعا احنا لسه ما سطبناش اي حاجه زي كده. هنتكلم برضو عن الديستريبيوشن ريندر، ازاي نبتدي نوزع الريندر على اكتر من جهاز. كل دي محاضرات جايه ان شاء الله وضمن الاجنده بتاعتنا في الكورس ان شاء الله اللي هنتناوله مع بعض.
هكتفي بالقدر ده النهارده كمقدمة سريعة. هفك لكم إن شاء الله ملفات العمل، تطبقوا ورايا إن شاء الله المحاضرة، وتكونوا يعني تعودتوا شوية على الكورونا، عما نبدأ إن شاء الله التركيز في المحاضرات الجاية في موضوع الكورونا لايف. أشكركم والسلام عليكم.